جربتوها ولا مازال؟ دايرة ضجة في المواقع هاد الأيام. جديد 2025 كيكة الجزر الصحية. نتمنى تجربوها بطريقتي وتكتبوا لي في التعاليق. هذا هو قوام هاد الكيكة الصحية. نبدأ بالتقطيع. كتشوفوا راه هشة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة لينا تيوب كنرحب بكم وكنشارك معكم جديد كيكة الجزر 2025 بأسهل وأسرع طريقة. مكوناتها متوفرة في كل مطبخ. كنرحب بمتابعي الأعزاء الأولين والجداد اللي عاد تعرفوا على قناتي. فضلا وليس أمرا ديروا لايك لهاد الكيكة الصحية والسهلة، وشاركوها في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب والأصدقاء. والناس الجداد اللي عاد انضموا لعائلة لينا تيوب ما عليهم غير يشتركوا في القناة، يضغطوا على الجرس ويفعلوه على خاصية الكل باش يتوصلوا بجديد الفيديوهات. وما تنسونيش من تعليقاتكم الزوينة بحالكم اللي كتحفزني وتشجعني دائما. ونمر الفيديو باش نتعرفوا على هاد الكيكة اللي كتشوفوا قوامها قدامكم وجميع أسرار نجاحها. بسم الله على بركة الله. كناخد مقدار 3 حبات جزر أو خيزو. خديت 4 الحبات. هاد الحبتين صغار مقدار حبة كبيرة أو جزرة كبيرة. من بعد ما قشرتهم وغسلتهم مزيان غادي نبدا نقطع فيهم دوائر رقيقة. إما كنقطعهم بهذا الشكل هذا، ولا كنهز القطعة أو حبة الجزر وكنقطعها بيدي. ملي قطعتهم كلهم غادي نحطهم في كأس الخلاط. ونزيد عليهم 4 الحبات ديال البيض. حبات البيض كبيرة. إلا كان البيض صغير كنحطو 5. ونضيف رشة ملح لتصحيح الذوق. ونضيف كأس غير مملوء من سكر حبيبات أو سكر ساندة بمقياس كأس العنبة. ومن بعد نزيد نصف كأس زيت نباتي بنفس كأس العنبة. دائما المقياس أو العبار بكأس العنبة. وغادي نطحن المكونات مدة 3 دقائق أو 4 دقائق باش يتطحن الجزر مزيان. وبديت كنطحن. سرعت الفيديو وحذفت الصوت باش ما يكونش الصداع، وحتى تشوفوها بعينيكم. العملية راها سهلة، وخاص غير الخلاط يكون من النوع الجيد باش يتطحن الجزر مزيان. نساجمت العناصر كلها والخليط ولا خليط واحد. غادي نصفيها او ندوزها في مصفات. هاد الخليط حتى لا كانت شي شوائب ما طحنتش مزيان ديال الجزر تبقى في الصفايه. من بعد ما صفيت الخليط غادي نضيف كأسين بمقدار كأس العنبة. هاد الكأس اللي خديت به الزيت والسكر من الدقيق القمح الكامل. وغادي نضيف من بعد دقيق القمح الكامل خميرة الحلويات ملعقة كبيرة مملوءة. ونخلط بالضراب اليدوي حتى تنسجم المكونات مع بعضها. غادي يولي عندي القوام ثقيل. غادي نحط الخليط في مول مدهون بالزيت ومرشوش بدقيق القمح الكامل. اي مول عندكم متوفر غادي تحطوا فيه خليط كيك الجزر. غادي نبسطو بسباتيلا او بالملعقه بهذا الشكل اللي كتشوفوا باش يكون عنده مستوى واحد، ما تكونش جهه طالعه وجهه نازله.
وغادي نقوم بهذه العمليه، نهز المول ونحطو لتفريغ الهواء، ما يبقاش فيه الهواء من الداخل، وندخلو للفران ونخليه حتى يطيب عاد نخرجو. ملي طابت الكيك خرجتها من الفران، غادي نجربها بالسكين بهذا الشكل هذا، ما خرج فيه والو، يعني انها طيبه مزيان. وهذا الكيك المغذي والصحي راه صالح للناس اللي ما كياكلوش الجزر، راه كتجي ما كيعرفوش واش فيها الجزر او لا. كتصلح للعائله، للضيوف، لاصحاب الدايت، المرضى القولون، حتى هما اللي عندهم حساسيه من الدقيق الابيض. كتجي هشيشه ولذيذه، اللي ذاقها يطلب المقادير والطريقه، لان الطريقه هي المهمه. كما كتشوفوا راني كنحيدها بحذر لانها هشيشه بزاف. غادي نحطها في صحن وباش نشوفوا القوام كلنا مع بعض، وتخليوها حتى تبرد عاد تقطع. انا قطعتها بسرعه لاني باش نشاركها معاكم باقا سخونه، الى درجه انني ما قادراش نشدها. شوفوا القوام شحال كيشهي. كنتمنى تلتزموا جميع خطوات تحضير الكيك بطريقتي باش تنجح معاكم كما نجحت معايا. شوفوها كي دايره. ملي تطبقوها بطريقتي كتبوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم بكل شفافيه وصراحه. انا كتعجبني وكتعجب عائلتي، دائما كنحضرها كل اسبوع، وبعد المرات كيطلبوها مني مرتين في الاسبوع. كل مره كيطلبوها، كيقول لي كيكه خيزو او الجزر باغينها. نتمنى تكثروا لايكات لهاد الكيكه وتشاركوها في مواقع التواصل الاجتماعي باش توصل لعدد كبير من الجمهور ويستفيد منها عدد كبير من الناس. ومره اخرى غادي نشاركها معاكم. كما قلت لكم راه دائما كنحضرها كل اسبوع، كنحضرها بعد مرات كنحضرها مرتين في الاسبوع، وبعد المرات كنفرش ورق الطهي في المول او في قالب الحلوى ونحطها في طبسيل او في صحن ونقطعها. ودائما هذا هو قوامها. إلا التزمتوا بالخطوات راه غتجيكم ناجحة 100%. ونخليكم مع هذا المشهد الجذاب واللذيذ اللي كيفتح الشهية. راها مفيدة بزاف وزوينة ولذيذة، كتحضر في المناسبات كلهم، صالحة في المناسبات كلهم في أي وقت من أوقات السنة. اقتصادية، مكوناتها متوفرة كما كتشوفوا، حتى بيت ما كيخلو من هاد المقادير او المكونات ديال هاد الكيكه الصحيه والمغذيه. ولاحظتوا بانها سهله وسريعه التحضير. نتمنى تكون احوالكم طيبه دائما، والى اللقاء في الفيديو المقبل باذن الله عز وجل.